مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. كلها شويه ساعات بتفصلنا عن عرض راس المنيا. البناء لعرض راس المنيا السنه دي ما كانش احسن حاجه، بس اللي هيحل الموضوع ده ان الماتشات ان شاء الله تطلع قويه جدا. فتعالوا نقول توقعات لماتشات راس المنيا 41. ونبدأ بأول ماتش معانا، جي أوسو قدام جونسر على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيون. الماتش اللي قبل ما يتلعب كله منتقد ان جي أوسو اصلا كسب الرويال رامبل. جي أوسو فعلا ما كانش يستحق ان هو يكسب الرويال رامبل السنه دي، وبصراحه هو كان محتاج بناء تاني اقوى من كده علشان يتأهل ان هو ياخد لقب عالم. بس بسبب ابداعات عم بخة اللي فاجئنا بيها دي، ساب كل الناس العمالقه في عالم المصارعه وملقاش غير جي أوسو اللي هو اللي يكسبه. طب المفروض حتى انك تعوض الناس ببناء قوي، ومفيش حاجه اصلا قويه بين جونسر وجي اوسو. حرفيا العداوه محدش متحمس لها خالص. يمكن الحسنه الوحيده اللي حصلت في العداوه دي وهي تدخل اخوه جيمي اوسو لما جونسر ضربه بعنف وخلاه ينزف، واللي خلت العداوه شويه يا دوبك تبقى حلوه والناس تتشد لها. والناحيه التانيه كمان جونسر مش قوي كمان مع اللقب مع جونسر قيمته قلت قوي، فالموضوع ده محتاج يتظبط معاه من اول وجديد. فاتمنى الماتش بتاعهم يكون في راس المنيا قوي ويعوضوا البناء الضعيف بتاعهم ده، وان جي اوسو يا ريت يعدل السبير بتاعه المقرف ده كمان. والتوقع الكبير رايح ان جي اوسو هو اللي هيكسب اللقب وهيبقى النيو وورلد هيفي ويت تشامبيون. ونروح للماتش اللي بعده اللي على القاب التاج تيم بتاعه الرو. الوور ريدرز اللي معاهم الالقاب قدام النيو داي، كوفي كينجستون واكزيفير وودز. الماتش ده متوقع انه هيحصل فيه مفاجاه وهي عوده بيج اي، وغالبا هيرجع علشان يساعد فريقه النيو داي ويكسبهم الالقاب، يا اما هيغدر بيهم ويضربهم ويخسرهم الماتش. بس الاغلب وتوقعي رايح اكتر ان النيو داي هم اللي هيكسبوا وهياخدوا الالقاب من الوور ريدرز. الماتش اللي بعد كده ريميستيريو قدام الجراندي امريكانو. الشخصيه اللي عاملها تشاد جيبل الجديده دي هي الصراحه حلوه وجايبه تفاعل شويه كمان مع الجمهور، بس نتيجه الماتش دي محروقه ان ريميستيريو هو اللي هيكسب عشان يكشف لنا عن السر الكبير، وهو ان الجراندي امريكانو هو تشاد جيبل. يا نهار ابيض، انا معرفش ازاي مقتنعين باللي هما بيعملوه ده. انا بصراحه اتمنى ان تشات جيبل يستمر شويه بالشخصيه دي لانها بدات تجيب تفاعل مع الجمهور. الماتش اللي بعده في الليله الاولى لعرض راس المنيا، ال اي نايت قدام جيكوب فاتو على لقب الولايات. ال اي نايت يستحق ياخد فرص اكبر من كده، وكمان هيبقى شاطر جدا ان هو يعمل سيناريوهات قويه وعداوات اقوى، لكن هو في العداوه دي هيخسر لجيكوب فاتو. وجيكوب فاتو كمان الاداره مبسوطه بيه جدا وجايب تفاعل مع الجمهور، فبنسبه كبيره الاداره هتخليه يكسب اللقب وهيبقى اول لقب فردي يحققه جيكوب فاتو في الاتحاد. نروح بقى لاهم ماتش وهيبقى المين ايفنت لليله الاولى لعرض راس المنيا، رومان رينز قدام سي بانك قدام سيس رولان. الماتش اللي هيغير احداث كتير في الدبليو دبليو اي. الكلام عليه كتير والتوقع فيه برضه مش سهل. تعالوا نتكلم عليه واحده واحده علشان نشوف مين اللي ممكن يكسب في الماتش ده. نبدا برومان رينز. رومان رينز دخل الماتش ده لان هو بيكره سيس رولانز لانه قلب عليه ساعه عرض الرويال رامبل، وان سي بانك رماه من فوق الحبل، وداخل لراس المنيا وهو كله غرور وعارف انه هيكسب. لكن الحاجه اللي جت مفاجاه ان سي بانك طلب المعروف من بول هيمن. طب ايه المعروف اللي هو طلبه من بول هيمن؟ ان بول هيمن هيقف مع سي بانك ساعه الماتش بتاع راس المنيا. وخلاص كده رومان رينز شايف ان بول هيمن غدر بيه طالما هو وافق على طلب سي بانك. بس السؤال هنا، هو فعلا بول هيمن خلاص هيلغي ولاءه تماما لرومان رينز وهيساعد سي بانك بس؟ ما اظنش الصراحه، لان هو بول هيمن لسه برضه لحد دلوقتي بيقولك ان هو بيحب رومان رينز، لسه لحد دلوقتي ولاؤه لرومان رينز، فده ما يمنعش خالص ان هو يفضل واقف مع سي بانك ويجي في الاخر يغدر بسي بانك ويكسب رومان رينز. ده التوقع الاولاني. اما بالنسبه لسي بانك، هو كده في الماتش ده بالنسبه له هو حقق حلمه في ان هو يبقى المين ايفنت لعرض راس المنيا لليله الاولى، الحاجه اللي كان بيتمناها من سنين ان هو يتصدر العرض، وخلاص هو هيحققها. فهو مش فارق معاه اصلا يكسب ولا يخسر، ده اللي انا شايفه بصراحه على سي بانك، علشان سي بانك جاي يعمل فلوس، جاي يكسب القاب، مش جاي ان هو يلعب ماتشات بس. والحقيقه هما في العداوه دي ما لمحوش خالص ان اللي هيكسب هيخش في عداوات على الالقاب، فده اللي هيخليني استبعد سي بانك من ان هو يكسب في الماتش ده. فكده مفيش قدامي غير سيس رولانز اللي الاحتمالات كلها رايحه ناحيته ان هو اللي هيكسب في الماتش ده، وان هو ادى فرصه لبول هيمن ان هو يقرر اختياره هيقف مع مين، وقال له طالب منك معروف. وسيس رولانز كمان الاقرب ان هو يبقى شخصيه شريره، فالاغلب والتوقعات كلها رايحه ان بول هيمن هيساعد سيس رولانز ان هو يكسب. واللي كمان ممكن نتوقعه ان سيس رولانز يبيع روحه للروك وينضم للسلطه عشان يرجع تاني في دايره الالقاب، وكل الحاجات دي تأهل سيس رولانز بنسبه كبيره ان هو يكسب في الماتش ده. فانا توقعي رايح لان سيس رولانز هو اللي يكسب في الماتش ده، الا اذا بول هيمن ما غدرش بيه هو. ونروح لليله التانيه لعرض راس المنيا، راندي اورتن في تحدي مفتوح، وده بسبب ان الماتش بتاعه قدام كيفن اونز اتلغى بسبب اصابه كيفن اونز. محدش يعرف لحد دلوقتي مين المصارع اللي هيلاعب راندي اورتن في راس المنيا، بس الاغلب متوقع ان هو هيبقى نيك الدس مدير عرض سماك داون، لكن مفيش تاكيد بنسبه كبيره. لكن عامه اي مصارع هيقف قدام راندي اورتن في عرض راس المنيا راندي اورتن هيكسبه.
ونروح للماتش اللي بعده، لوجان بول قدام اي جي ستايلز. الماتش اللي يعتبر هو ده حلويات العرض. هو فعلا العداوه دي ما تبناش ليها خالص يعتبر، بس اتوقع لكم ان انتوا هتشوفوا اداء من احسن الاداء اللي هيخطف العرض الصراحه. هيقدموا مستوى احترافي جدا وشكلهم في بينهم كيمياء مع بعض. فاتمنى ان الاداره تدي حريه كامله للماتش ده بالذات، عشان عارف ان الاتنين دول هيطلعوا احسن اداء. وانا متحمس جدا للماتش ده وبشجع فيه طبعا اي جي ستايلز، وتوقعي برضو رايح ان اللي هيكسب في الماتش ده هو اي جي ستايلز. اما بالنسبه لماتش درو ماكنتاير وديميان بريست، انا الصراحه الاتنين بحبهم جدا، وكان نفسي كل واحد فيهم يكون بينافس على لقب دلوقتي، بس للاسف عشان هما ملهمش ماتشات في عرض راس المنيا فاتحطوا قدام بعض. هما الاتنين فعلا هيقدموا ماتش كويس جدا، وتوقع رايح ان درو ماكنتاير هو اللي هيكسب. ونروح للماتش اللقب الانتر كونتيننتال، برون بريكر ضد بنتا ضد دومينيك ميستيريو ضد فين بالور. الماتش بتاعهم هيبقى قوي جدا وهيبقى حلو، وبرون بريكر محتاج يتبني اكتر وبشكل اقوى علشان ينافس على الالقاب الكبيره وهي القاب العالم، فكفايه عليه كده لقب الانتر كونتيننتال. وتوقعوا الاقرب للفوز وهم يا اما فين بالور يا اما دومينيك ميستيريو، بس النسبه الاكبر هتروح لان دومينيك ميستيريو هو اللي يكسب لقب الانتر كونتيننتال بعد ما يغدر بفين بالور، وغالبا فين بالور هو اللي هيتثبت من دومينيك ميستيريو. اخر ماتش بقى في عرض راس المنيا والمين ايفنت اللي ليله تانية، جون سينا قدام كودي رودز على لقب الدبليو دبليو اي. العداوه دي يعني في البروموهات بتاعتها كان ممكن يطلع شغل اعلى من كده، بس للاسف في عبث فيها، غياب جون سينا المتكرر، الروك اللي ما بيظهرش خالص، هو فين ده؟ بس عامه التوقعات كلها رايحه ان جون سينا هيكسب وهيحقق اللقب رقم 17، ويبقى ساعتها جون سينا اكتر مصارع حقق عدد القاب عالم في اتحاد الدبليو دبليو اي، وهيكسر رقم ال 16 لقب، ومش هيبقى متعادل خلاص تاني مع ريك فلير. بس هل جون سينا اصلا بالشخصيه الشريره دي هيكسب نضيف؟ ما توقعش اصلا الحوار زي ده. الماتش ده يحصل فيه تدخلات، وغالبا جون سينا هيكسب بنسبه كبيره بمساعده حد او تدخل حد هيخش يضرب كودي رودز، وطبعا طبيعي ممكن احتمال بنسبه كبيره ذا روك يطلع عشان يساعد جون سينا. بس المفاجاه اللي ممكن محدش يتوقعها خالص، وهي ان راندي اورتن هو اللي يخش يساعد جون سينا، وده بسبب ان جون سينا كان منزل صورة راندي اورتن عنده على الانستجرام، ومفيش حاجة بتنزل كده من غير اي سبب، لازم يكون ليها حاجة هتحصل. وبرضه من المتوقع ان هو يظهر ستيف اوستن علشان يعمل ستانر لزاروك او يضرب اي حد يعني، بس طبعا هيكون في الجانب المحبوب، فغالبا هيطلع علشان يساند كودي رودز. بس عامة اتمنى الماتش ده يطلع بشكل محترم، واخيرا هنشوف جون سينا بيشيل لقب عالم من جديد. وهنا هكون خلصت معاكم، واتمنى ان عرض راس المنيا السنة دي يكون عرض كويس ويغير مفهومنا خالص عن البناء اللي عملوه ده، يعني كان بناء وحش قوي يعني. وهنا هكون خلصت معاكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام عليكم.